تخيل نقول للمهندسين انسوا القوانين وانسوا كل حاجه واعملوا اسرع حاجه ممكن تتعمل. النتيجه كانت عربيه شكلها مش طبيعي ولا محسوبه لاي طريق. بوجاتي بوليد، صاروخ صغير، وزن العربيه حوالي 1450 كيلو، على موتور W16 8 لتر ب4 تربو. قوه العربيه دي تتراوح من 1500 حصان ل 1800 حصان على حسب تحط لها انهي بنزين. لدرجه ان هم لما عملوا حسبه نسبه قوه العربيه لوزنها لقوا ان كل تقريبا حصانين هم شايلين كيلو من العربيه. ارقام مخيفه ومرعبه. الشاسيه بتاعها والموتور هم معمولين من الصفر، مش متاخد اي حاجه لا من الشيرون ولا من اي نسخه تانية في بوجاتي. العربيه دي ظهرت ككونسبت في 2020، اكدوا على الانتاج بتاعها في 2021. هوبا قعدنا سنتين وبدانا نصنف العربيه دي في 2024 عشان ينتهي تصنيعها في نوفمبر 2025 وتصنع منها 40 نسخه بس. اسمع اللي جاي، كلهم اتباعوا من قبل الانتاج اصلا ما يتعمل. اخر نسخه اتسلمت في نوفمبر 2025. يا ريتك كنت لحقت شويه. العربيه دي سعرها 4 مليون 700 الف دولار. انا ما اعرفش مين معاه الرقم ده عشان يشتريها. لو قارنتها بنجمات الجيل اللي شبهها زي فالكري، فالفالكري ركزت اكتر على الايروداينامكس. ولو حطيتها في مقارنه مع الاي ام جي 1، فالاي ام جي 1 هي صريحه من الاول انا عايزه مكونات الفورمولا 1 عربيه ستريت ليج. البوليد ما حطتش في اعتبارها اي حاجه وركزت بس ان هي تبقى سريعه وتعرف حرفيا تطير على التراك. قول لي بقى دلوقتي، لو عندك لفه واحده بس على اي تراك في العالم هتختار البوليد على انهي تراك؟ بس كده. انا عمر اقباري، سلام.